هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور، مثل الوسيط ولكن مجانا. معايا دلوقتي على الهاتف مباشرة من الزقازيق الرائد وائل فلاح، رئيس مباحث اسم تاني الزقازيق. سيادة الرائد مساء الخير، شكرا على وجودك معانا. وسؤالي ليك هو حضرتك نفذت النقل ولا لا؟ مساء الخير. مساء الخير. طيب الاتصال حصل فيه مشكلة، انما هنحاول نرجع مرة تانية ونكلم الرائد وائل فلاح. على كل حال على بال ما يعني يرجع الاتصال هنكلم مراسل الأهرام في الشرقية الزميل الصحفي عادل الشاعر. أهلا بيك يا عادل، مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ معتز. متهيألي سمعت الرواية بتاعت أمين الشرطة الأستاذ منصور أبو جبل، وهي من طرف واحد وربما تكون رواية غير محايدة، إنما احكي لي الموقف من وجهة نظرك. هو البداية عندما حضرتك أعلنت مديرية أمن الشرقية عن سرقة إحدى السيارات التابعة لسيارات الحرس الجمهوري المكلفة بحراسة منزل السيد رئيس الجمهورية بمنطقة القومية في الزقازيق. دي كان من 3 أيام تقريبا، وبعدين بعد يومين بالظبط اللي هي كان أول امبارح الاثنين من الغفرة عثروا على العربية على طريق الزقازيق من القمح. بعد كده جه فوجئ النهارده ضباط الشرطة بقرار من وزير الداخلية بيقول بمعاقبة المقدم وائل فلاح وسيادة العميد مأمور بنقلهم لمحافظة دمياط. وده كان كرد فعل على يعني ما يعني شعر به الوزير انه كان اهمال تسبب في سرقة العربية. طيب تمام، وبعدين الضباط حاولوا يطلعوا النهارده ويكلموا السيد مدير الامن ان احنا لسنا جهه اختصاص حمايه القوات المسلحه، لان العربيه تتبع القوات المسلحه في النطاق الاول وتتبع الحرس الجمهوري. بيقولوا الضباط برضو بيقولوا للسيد مدير الامن ان احنا لنا الخدمه المكلفه اللي موجوده في مكان حراسه السياره دي 2 من المخبرين، ولما بيروحوا يحرسوا المكان ده الحرس الجمهوري بيبعدهم تحت مزاعم ان الحرس الجمهوري هو جهه سياديه في النطاق الاول، بيقول لهم انا هقوم بحراسه منزل السيد رئيس الجمهوريه، ابعدوا انتم. مدير الامن قال لهم القرار مش قراري، القرار قرار السيد الوزير، وانا غير مختص تماما باي قرار مناهض لهذا القرار. ابتدى اعلن الضباط النهارده بقرار اعتصام مجمع، يعني ابتدى بالعشرات بوجودهم قدام مكتب السيد مدير الامن وامام المديريه. قرار الاعتصام وصل للسيد الوزير، ورجع قرار مضاد تاني من وزاره الداخليه بيقول ان احنا لابد ان ينفذ قرار السيد الوزير. تمام. من هنا ابتدى الضباط يحتشدوا ويزداد العدد ابتدى يزيد قدام مديريه الامن، وابتدى يتضاعف في بعض الاقسام زي اسم تاني اللي قفلوه بالفعل بالجنزير واغلقوا الاسم بالكامل. الضباط ابتدى ويا ترى الاعتصام ده فعلا زي ما قال الامين الشرطه من شويه في 13 اسمه مركز في الشرقيه؟ لا 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 لا, لا خالص. هو حضرتك الاعتصام مفعل في اسم تاني في الزقازيق، وفي مديريه الامن موجود امام المديريه، والصور اللي بحضرتك بتقول ان هم عشرات. يعني لو انت بصيت الصوره اللي احنا بنعرضها دلوقتي دي من امام المديريه، مديريه امن الزقازيق، والواضح ان الضباط وافراد الشرطه يعني في موقف احتجاجي. هو عشرات قدام حضرتك لما ظهر في الصوره. يعني اللي بعد كده حضرتك جه فعلا بعد كده حشد لدعاوى لزياده اعداد الضباط المعتصمين الرافضين لقرار السيد وزير الداخليه. لحد الان الساده الضباط معتصمين ورافضين القرار، وبيقولوا ان احنا مالناش ذنب ولا مالناش ذنب في نقل الرائد. يعني عادل انت رايك ايه ان الموضوع دلوقتي داخل في مساله تحدي اولوي دراع؟ يعني النهارده الضباط مش ناويين يرجعوا يمارسوا عملهم الا لو وزير الداخليه تراجع عن قراره بنقل رئيس المباحث. هو ده الموقف؟ طب انا هقول لحضرتك حاجه. هو القرار في شقين. الشق الاول ان الداخليه بالفعل ملاش اي ذنب في حراسه العربيه بتاع الحرس الجمهوري. الشق الثاني ان كوزير داخليه لابد ان يعاقب الضباط او المختصين بالامن ان في مجرمين استطاعوا ان يقوموا بسرقه سياره من مكان دايرتك. يعني وزير الداخليه بيتكلم على نطاق واحد اللي هو ان انا موفر امني في حته،
ايا كان هذه المكان، سواء كان رئيس جمهوريه او غير رئيس جمهوريه. انا تمام. دلوقتي استطاع بلطجي، هي رساله خطيره وشديده الخطوره بين البلطجيه والجهاز الامني يا استاذ معتز. الرساله بتقول من البلطجيه ان احنا قادرون على سرقه اي سياره حتى لو كانت سياره رئيس الجمهوريه. تمام، يعني البلطجيه كانوا عارفين السياره دي تابعه لاي جهه قبل ما حضرتك بيسرقوها. سارقينها من قدام منزل دكتور محمد مرسي. تمام، يعني البلطجيه بيطلعوا لسانهم للشرطه على كل حال. رساله خطيره في معناها. وانه الشرطه تقوم يعني بالفعل. السيد مدير الامن بيبذل مجهود كبير جدا، ده شيء مشهود له، والضباط في الشرقيه بالفعل بيبذلوا مجهود غير عادي بعد. بس احنا مش مهمتنا كصحفيين نقعد لا انا مش انا بعرض نشكر واحد بيأدي واجبه. معلش انا معلش عادل اعذرني، لان الموضوع الحقيقه محتاج مننا نظره مقربه كاعلام، ونناقشه بكل ابعاده وبكل جوانبه وما ليه وما عليه. وما ننساش ان العربيه دي كانت تابعه لحرس رئيس الجمهوريه، ففي عناصر داخله كتير جدا في هذا الموضوع. بشكرك على مداخلتك معانا. الاستاذ عادل الشاعر مراسل الاهرام في الشرقيه. عرفت وانا على الهوا ان الرائد وائل فلاح اللي هو رئيس مباحث اسم تاني الزقازيق اللي صدر قرار بنقله بسبب هذا الحادث او هذه السرقه، بنقله من الشرقيه لدمياط، الحقيقه هو مش قادر يعمل مداخله هاتفيه. بيقول ان هو حالته النفسيه لا تسمح، وان هو بيفكر جديا في الاستقاله. هو ده اللي عندي لحد هذه اللحظه، وهنتابع هذا الملف اول ما يحصل فيه اي جديد. هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت 4 مثل الوسيط ولكن مجانا.